بتكسب 100,000 جنيه في الشهر وما بتصرفش على ابنك، مشغول بالجواز والخطوبة وناسي إن ليك ابن مشغول عنه. أعرف أبرز الأسرار عن ضحى عبد الرحمن طليقة مسلم الأولى، إزاي خدته وراحت المحكمة، إزاي ميكا وقفت جنبها ضد مسلم، والحكاية انتهت على إيه؟ يلا بينا نعرف كل الكواليس في فيديو جديد من حكاوينا. مطرب المهرجانات مسلم حياته مليانة جدل ومشاكل ومشغول بالجواز والخطوبة وناسي ابنه مالك، والمحكمة كان ليها رأي تاني. السوشيال ميديا دايما بتتكلم عن مسلم وخطيبته وشوية عن طليقته ميكا البغدادي والمشاكل اللي كانت ما بينهم، لكن محدش خالص كان بيتكلم عن زوجته الأولى وابنه منها، لأنه واضح كده إنه كان ناسيهم وما بيسألش عنهم. عشان كده محكمة الأسرة ألزمت مطرب المهرجانات مسلم إنه يدفع 5000 جنيه كل شهر أجرة مسكن، وكمان مطلوب منه 10,000 جنيه نفقة شهرية لابنه مالك. وده كله حصل بعد الدعوة اللي رفعتها طليقته ضحى، وقالت إنه ممتنع إنه يصرف على ابنه من وقت انفصالهم لحد دلوقتي. قصة الجواز من ضحى كانت مميزة، هي كانت أول بخته زي ما بيقولوا كده، واسمه الحقيقي مصطفى زكريا محمد علي والشهرة مسلم. اتجوز ضحى عبد الرحمن في 31 أغسطس 2020، خلف منها مالك في أكتوبر 2021، لكن حصل مشاكل بينهم ومسلم ساب ابنه والأم اللي كانت عايشة مع أبوها في 6 أكتوبر ومرضيش يجيب لها مسكن رغم إن كان معاه ابنه، ورغم إنه ميسور ماديا ومتاح ليه إنه يشتري لها شقة تمليك مش إيجار بس. وده اللي قاله حد من جمهور السوشيال ميديا في تعليقه على الموضوع، وقال له أنت بتقبض كل شهر تقريبا 100,000 جنيه، مستخسر تجيب لابنك شقة يعيش فيها وتصرف عليه حضانة وأكل وشرب؟ إزاي؟ ضحى عبد الرحمن شكلها عكس كل الستات اللي ارتبط بيهم مسلم واتجوزهم، خاصة إن ملهاش ظهور خالص على السوشيال ميديا، ولا عندها حساب على انستجرام، ولا طلعت واتكلمت عنه، ولا نزلت صور فرحهم. محدش عارف ده سببه إيه، هل لأنه كان وقتها مثلا مش مشهور زي دلوقتي، ولا دي طبيعة شخصيتها إنها مثلا ما بتحبش الشهرة والإعلام والسوشيال ميديا بشكل عام. يمكن بعد الحكم نشوف ضحى طالعة تتكلم عن اللي عاشته مع مسلم وتعمل زي ميكا البغدادي وتقول لنا أسرار أول مرة نعرفها عن مسلم. الواضح ان ظهور ميكا البغدادي عمل نوع من الجرأة عند ضحى وخلاها ترفع قضية وتطالب بحقوق ابنها، ومش بعيد تكون ميكا كمان ساعدتها في حاجة بخصوص حق ابنها، لكن من ناحية حصول ضحى على حقوقها الخاصة ما اتكلمتش، ولسه هنشوف الايام اللي جاية هتكشف كتير. ميكا البغدادي طليقة مسلم ظهرت بعد انفصالها عن مسلم واتكلمت بخصوص اسرار حياتهم مع بعض، وده حصل بعد ما طلع هو وقال انه اتجوزها بعقله وما كانش فيه حب ما بينهم. ردت ميكا عليه وقالت انها اتجوزته سنة ونص، خلفت منه مسلم، وقالت وقتها طالع تقول ظلمتني وما خنتهاش ازاي، وانت طالع اللايف تعتذر لي انك عرفت عليا واحدة تانية، في ناس عارفة انك كذاب ومش بتقول الحقيقة. قولوا لي بقى، هل ممكن طليقة مسلم الأولى تظهر في السوشيال ميديا الفترة اللي جاية، وهتكون ناوية تعمل ايه تاني؟ شاركوا رأيكم في التعليقات.